السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا بقى، فيديو النهارده انا جايه فيه مبسوطه قوي وفرحانه ومتشجعه جدا ان انا اعمل فيديوهات اكتر واكتر واكتر. الحمد لله انا تميت ال1000 مشترك. تميتهم كده يعني يا جماعه. بصوا، فرحانه ان انتوا اللي اشتركتوا عندي في موضوع اللي هو التبادل بتاع اليوتيوب والكلام ده كله، انا ما عملتهوش ففرحانه جدا. ففكرة ان ال1000 مشترك كده يجوا، لا يعني لا حلو. اتبسطت يعني جدا الحمد لله. فقلت بقى ايه، اعمل حاجة كده بقى، فيديو كده يكون حلو كده بقى ايه معاكم. المهم بقى النهاردة كده ايه، صحيت من النوم كان في بقى حبة مواعين حلوين كده. عادي جدا يا جماعة، مفيهاش اي مشكلة ان انا انام واسيب حبة مواعين، يعني ما فيهاش حاجة. المهم ايه، كنا احنا لسه بقى الفيديو ده متصور في العيد، ما كنتش لسه نزلت الشغل وكده. فقلت طب انا هعمل ايه، كان عندي فرخة. طب انا الفراخ عايزه اعملها بطريقه جديده، يعني بطريقه ما كنتش عملتها قبل كده. فانا بقى ايه، آه هعملها بطريقه حلوه قوي. والطريقه يا جماعه عجبتني قوي وطعمها عجبني جدا. المهم طب نمسك الفيديو حاجه حاجه عشان خاطر ايه، انا لما بسرح في الكلام ما اعرفش ايه اللي بيحصل. المهم ايه، حبيت ان انا اغسلها حلوه قوي علشان خاطر ايه، ما يبقاش فيها حاجه يعني. فدي انسب طريقه لغسلها ودي احسن طريقه لقيتها. ايه هي بقى، اللي هو انا حطيت دقيق الاول على الناشف كده، يعني الفرخه حطيت فيها دقيق على الناشف. وحطيت فيها ليمون وملح وابتديت ان انا افرك على الناشف. وبعد كده حطيت فيها حبه ميه ونقعتها فيهم شويه، تنقعيهم فيها بقى شويه وايه، وفلفل اسمر عشان الفلفل الاسمر لو فيه ريحه، اي ريحه يعني ريحه الفراخ وكده يلغيها خالص. فوالله يا جماعه ما كانش ليها اي ريحه خالص، وانا اصلا ساعات الفراخ يعني بقلق منها بسبب ايه، ريحتها يعني. المهم بقى ايه، نقعتها زي ما انتوا شايفين كده، وقلت ايه في الخلطة اللي انا عملتها دي. قلت اسيبها يعني ايه، تتنقع فيها شوية عقبال ما ايه، الم المواعين بقى كده اللي في المطبخ دي اللي هي على الصفاية، واحط كل حاجة بقى مكانها واظبط الدنيا علشان اعرف اعمل يعني الاكل كده وانا ايه، مرتاحة، مفيش اي حاجة ايه حواليا تعباني يا عيني او كده. المهم كده رحت على المصفى، مكان المواعين اللي انا كنت غسلاها، ابتديت ان انا ارجع كل حاجه مكانها. علشان خاطر ايه، ما يعني لما اجي اغسل المواعين التانية ما يبقاش ايه موجودين يعني على الصفايه وكده. المهم بقى كده عايزاكي تشجعي كده وتقومي تشوفي اللي وراكي. مش عارفه في ايه الكسل اللي الايام دي موجود. عايزه اقول لكم ان كمان الجو الصيف يا جماعه، مش عارفه بتحصل لي في حاجه غريبه قوي. مش عارفه انتوا كمان زيي ولا ايه الدنيا. انا بجد بصدع منه جدا في الصيف، بصدع جامد يعني. انا كمان والله العظيم عايزه اقول لكم ان انا كنت بكلمكم دلوقتي وعندي كميه صداع رهيبه. ما اعرفش بقى من الحر من ايه، مش عارفه. نزلت النهارده الشغل. طبعا الفيديو ده متصور في العيد، لكن احنا النهارده ايه، النهارده الخميس. فنزلت بقى الشغل وكده. فيمكن انا بقول يمكن عشان خاطر الشمس بتاعت الصبح وكده هي اللي تعبتني، مش عارفه. لكن الصداع لحد دلوقتي مأثر فيا. بص انا صراحة شغالة اقول لهم ايه، انا جات لي ضرب الشمس، انا جات لي ضرب الشمس. من كتر الصداع اللي في دماغي، يعني صداع مش عارفة في ايه يعني، حاسة صداع جامد. فمش عارفة بقى، قولولي يعني هو انا بس كده انا لوحدي يعني، ولا انتوا كمان يعني في حد كده بقى، في حد زيي كده اللي هو مع الحر وكده. بس انا بصوا هقولك على حاجة، انا يمكن انا عشان عندي الجيوب الانفية، انا عندي جيوب انفيه وعندي جيوب انفيه كمان مزمن. فيمكن انا عشان خاطر الموضوع دوت هو اللي مأثر عليا وعامل لي صداع يعني مع الحر وكده، مش يعني الجيوب الانفيه مش مستحمله السخونيه او كده، مناخيري مش مستحمله السخونيه. ممكن كده يعني، انا شغاله بقول ممكن كده وممكن كده، مش عارفه والله. بس اللي انا عارفاه ان انا عندي صداع تعبني جدا ومش مريحني، حاسه نفسي مش مرتاحه، قاعده كده متضايقه. عارفين لما قاعد انا، حتى انا خرجت طبعا، خرجت النهارده من الشغل. رحت على ماما، يعني على البيت عند ماما. لا كمان لا، ما روحتش عند، بصوا انا اصلا متعوده اخرج من الشغل اركب على طول يعني الاتوبيس كده من جنب الشغل يوديني على البيت عند ماما على طول. المره دي رجعت على البيت نمت شويه. وطبعا حظي الحلو ان كريم لسه واخد اجازه، هو اللي نزلني يعني، كمان حتى نزلني قبل المغرب وهو اصلا كمان صايم. ف يعني
من التعب، ما قدرتش ان انا استنى ان انا يعني ما قدرتش ان انا اروح واركب في نفس الوقت. حسيت نفسي تعبانه جدا وكنت محتاجه ان انا انام جدا بسبب موضوع مناخيري ده. فزي ما قلت لكم يمكن هو فعلا الجيوب الانفيه هي اللي تعباني كده. فموضوع الحر فعلا صعب عليا قوي. المهم بقى يا جماعه، تعالوا اوريكم بقى انا عملت ايه دلوقتي في الفرخه. جبت كده بقى بصلايه، وجبت ليمونه متقشره، وفلفل، قرن فلفل، وجبت قطايه وبصلايه وليمونه متقشره، وفلفل وفص ثوم. هنحطهم كده في الخلاط وهننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. اي توابل عندك تحبي ان انت تحطيها حطيها. انا حطيت ملح وبهارات فراخ، وحطيت 7 بهارات، وحطيت باربيكيا وكاري. كل دول انا حطيتهم وهضربهم بقى ايه في الخلاط. دي الخلطة اللي احنا هنحط فيها الفرخة. بصوا انا حطيت الفرخة دي، حطيتها قبلها بيوم، يعني قبلها بيوم حطيت الفرخة، وبعدها تاني يوم رحت ايه حطيتها، يعني ايه سويتها. قبلها بيوم تحطيها في التلاجة علشان خاطر يا جماعة ايه تتبل كويس، ما يبقاش يعني الفرخة تاخد كل التتبيلة. فاحسن حاجة ان انت تحطيها قبلها بيوم، او يعني انا بسمع ناس تقولك قبلها بساعتين، يعني مش عارفة ساعتين هتاخد من طعم الخلطة، يعني هيبقى فيها طعم الخلطة. لا دي كان فيها طعم الخلطة حلو قوي. بصوا ابتديت مسكت الفرخة كده وابتديت ان انا ايه اخرمها كده علشان خاطر التتبيلة توصل في كل حتة. بصوا زي ما انتوا زي ما انتوا شفتوا كده، خليت الجلد كده من اللحمه عشان خاطر ايه اعرف ان انا احط ايه التتبيله. بصوا بقى يا جماعه، موضوع جوانتي ومش جوانتي والكلام ده كله، انا ايدي على طول اصلا في الميه، انا ايدي باشت من كتر الميه. وده اكلنا يعني مش عارفه اقول لكم ايه. فالمهم يعني ما هفكر انا في موضوع الجوانتي ده. المهم كده رحت حطيت الخلطه كده كلها وظبطتها، وجبت بقى كيس كده رحت قفلته بيها، وكيس تاني رحت ايه قفلت كده الطبق فيه عشان احطها ايه في التلاجة. ورحت حطيتها في التلاجة يا جماعة زي ما قلت لكم، قعدتها ليلة كاملة. ده تاني يوم بقى صحيت بقى ورحت جبتها بقى، وجبت ايه الكيس الحراري زي ما انتوا شايفين اهو. بتشتريه من عند اي حد بتاع اكياس، بتشتري الكيس دوت من عند اي حد بتاع اكياس، وتبتدي بقى ان انت ايه تحطي فيها. على فكرة الكياس دي ليها مقاسات، يعني في كيس في مقاس اللي هو بتاع الديك الرومي، في مقاس فرخه صغيره، في مقاس فرخه متوسطه، على حسب المقاس الفرخه اللي انت عايزاها تجيبيها فيها. الصينيه دي هي اللي هحط فيها الفرخه. بصوا كده ابتديت ان انا احط الفرخه زي ما انتم شايفين كده في الكيس، وكنت ايه مقطعه بقى قوطه وبطاطس، ومقطعه جزر. يا نهار ابيض يا جماعه، عارفين بقى القوطه والبطاطس والجزر دول في حته تانية خالص، خلوا طعم الفراخ حلو قوي، هم اصلا حلوين قوي. بصوا احنا كلناهم مع مكرونه، لكن انتي فعلا انا حسيت ان لا المكرونه لا ما تنفعش. دي كانت عايزه تتعمل جنبها رز ابيض، مش بشعريه كمان، لا كانت عايزه تعمل جنبها رز ابيض. المهم كمان نزلت عليهم برضو بفلفل اسمر و7 بهارات وحطيت صويا صوص وحطيت دبس رمان، تمام، عشان دول برضو بيدوهم طعم حلو. وابتديت برضو ان انا حطيتهم في بقيه الخلطه اللي هي بتاعه الفراخ اللي احنا كنا عاملينها مع بعض دي، اللي انا كنت يعني نقع فيها الفراخ، كنت حطيتهم فيها. وابتديت برضو ان انا ايه انزل كده بقى حطيت كمان حبه شطه، حبيت ان هي تبقى فيها كده سنه كده سبايسي كده بتبقى حلوه. وابتديت ان انا اقلبهم كده مع بعض، واجيب كيس الحراري وايه واحط الخضار ده فيه. الخضار ده طبعا هينزل ميته وهيبقى حلو في الفراخ. يا جماعه الفراخ كانت طعمها والله رهيب، جربوها حلوه قوي. ومش لازم تعمليها بفراخ، ممكن كمان لو انت عندك وراك او كده اسمها وراك، وراك اللي هو الورك والصدر والحاجات دي، ممكن عادي برضو تتبليه وتحطيه برضو في الكيس الحراري حلو قوي. مع الكيس دوت هيبقوا جايبين لك اللي هو قفل كده بيقفلوا بيه الكيس، تمام. فبرضو ايه بتقفلي كده بيها الكيس علشان خاطر ما يتفتحش ولا حاجه. وهجيب بقى كده ايه السكينه بتاعتي كده، وهبتدي ان انا بصوا قفلتها كده كويس، وهجيب السكينه، هجيب السكينه ايه اخرم كده الكيس عشان خاطر ايه الهواء بتاعها يخرج، يعني يبقى فيه بخار كده، تمام. وكده بقى كان شكلها كده خلص معايا يا جماعه، ونحطها بقى ايه في الفرن ونشوف هتطلع عامله ازاي. بصوا بقى شكلها يا جماعه، بصوا الشكل، بصوا الجمال، بصوا الحلاوه يا جماعه، شكلها حلو قوي والله. جربوها، انا فاهم عايزاكم تجربوها. موضوع الكيس الحراري ده يا جماعه ما فيش كتير مننا يعرفوه،
هو معروف يعني بس مش كتير جربوا. انا اول مره اجربه وعجبني قوي، وهو يعني هعمله كذا يعني بعد كده كذا مره هعمل موضوع الكيس الحراري ده. بصوا بقى كمان البخار، بص الفرخه اصلا طالعه دايبه، ما فيهاش بقى ولا تسلقي ولا تعملي ولا الكلام ده كله، واكله كلها على طول منها فيها، اللي هو انتي عملتي كله يعني، اكله على طول عملتيها من غير ما تقفي فيها في البوتاجاز، كل حاجه حطيتيها في الكيس دخلتيها في الفرن خلاص يعني ايه، خلاص خلص الموضوع. كان هو بس اللي انت حابه ان انت تعمليه هو بس لو انت هتعملي الرز. فده كان شكل بقى الفرخه يا جماعه، وده كان شكل ايه. تعالوا بقى اوريكم شكل السفره كان عامل ازاي. المهم طبعا هنا انا ليه حاطه عصير. في الطبيعي ممكن والله يا جماعه احط عصير عادي، واحط عشان انا اصلا مبعرفش اكل من غير ما اشرب حاجه، بس انا حاطه هنا عصير علشان خاطر هما كانوا صايمين يعني. المهم عملنا كده بقى المكرونه وخلصنا بقى كده، وهنا بقى كان شكل المطبخ بعد ما خلصنا الاكل. بصوا اوريكم شكل المطبخ كده ايه سريعا. فدخلت قلت خلاص بقى، يعني هو انا هاكل وانتخ، اكل وانتخ يرضيكوا؟ لا ما يرضيكوش. فقلت لا والله ابدا، لو انتي قايمه يا بنتي يا لوزه كده على مطبخك كده تخلصي علشان خاطر تنامي كده وانتي مرتاحه. والله العظيم يا جماعه والله عملته وبرضه صحيت لقيت برضو مواعين تاني. مواعين ايه بقى؟ مكان ما انتي مثلا، مكان ما احنا مثلا شربنا بيبس، عملنا فشار، عملنا سوداني، كنا سوداني. ما تفكرنيش بالسوداني، قولي بجد والله عايزاكم تحت تنزلوا في الكومنتات تقولي ايه مأساتكم مع السوداني. يعني انا الوحيده اللي ليه عن يعني حاسه ان انا حاسه بمأساة معاه، ولا في ناس كده زي عادي ان انتوا حاسين فعلا لا في موال مع السوداني؟ انا حاسه ان في لا، السوداني لا بجد يا جماعه بيبهدل الشقه بطريقه صعبه قوي. يعني بنتي كمان دونا عن كل الاكلات والحاجات الحلوه اللي بتتاكل وبتشرب بتحب السوداني. اللي هو ليه كده يا كندا؟ ليه بتعملي فيا كده؟ فالسوداني لا صعب يعني، السوداني لا انا ما بحبوش لان هو بحب طعمه طبعا، بحب طعمه وبحب اقشره كل حاجه، بس ما بحبش حد ياكله عندي. يعني انا بتضايق جدا علشان خاطر بيبهدل الدنيا كده. ومكان ما انت مثلا بتقشريه، يعني عارفين انتوا فكره ان انت تجيبي فستاني متقشر دي احسن، لكن ان انت تجيبي السوداني كده انت اللي تقشريه بقى والكلام ده كله والقشر بتاعه وكده لا صعبه قوي. المهم كده ابتديت طبعا انا بحب في المواعين كده احب اخد الحاجات اللي هي التقيله اللي شكلها كده يوجع لي عيني، اللي شكلها مثلا كتير، فاحب ان انا مثلا ايه اخلص منهم يعني. المهم كده ابتديت برضو اغسل بقى الحلل دي. طيب حلة حماتي كانت مطلعها لي يعني كان فيها المكرونه، علشان هي ماما ايه طبعا هما صايمين الستة البيض، فكانوا بيفطروا معانا يعني، احنا نفطر معاهم هما يفطروا معانا ايا كان يعني، مش بتفرق فاهميني. بس بقى كده يا جماعه ابتديت بقى ان انا اغسل بقى كده المواعين زي ما انتم شايفين، علشان ايه اخلص منها. زي ما انا قلت لكم قبل كده الواحد يخلص يعني يخلص اكله يعني حاسه نفسك ان انت عندك طاقه ان انت تقومي تخلصي مطبخك، خلصيه علشان خاطر انت تعرفي تقعدي مرتاحه، يعني عارفين انتوا اللي هو انا خلصت المطبخ وبعد كده رحت عملت لي بقى مشروب كده، عملت لي كوبايه شاي بلبن تمام، وخرجت بقى يا جماعه قعدت قدام التلفزيون. كان كريم جاب لنا بقى فيلم اللي هو هارلي ده. على فكره هو عندي لو حد عايزه يبقى ابعتهوله، ابقي خشوا اكتبوا لي على خاص يعني وابعته لكم. جوده الصوره بتاعته حلوه قوي، بس انا الفيلم هو اللي ما عجبنيش يعني، مش معجبنيش، حسيت اللي هو عادي يعني مش محتاج الضجه دي كلها ان انت ان اللي معموله له. بس ما اعرفش يمكن معموله له عشان خاطر هو محمد رمضان هو اللي عامله، فما مش عارفه. ممكن. بصوا والله يا جماعه مش عشان مظلمش، انا محمد رمضان عجبني جدا جدا في مسلسل جعفر، كان حلو قوي كنت بستناه المسلسل، كان بجد بجد من اجمد المسلسلات اللي اتفرجت عليها. وكنت مستنيه ان انا لما اتفرج على فيلم هارلي دوت كنت مستنيه ان هو يطلع حاجه، عارفين انتوا اللي هو حاجه بقى زي المسلسل اكيد يعني. لكن انا حسيت ان الفيلم مش هقول تافه، ولا في يعني الفيلم حسيت اللي هو مفيهوش اي حاجه ان انا اتفرج عليها. يمكن الحاجه الوحيده اللي حسيت ان انا واحنا ممكن نطلع من الفيلم بحاجه، ان اخوه كان عامله يعني قدوه ليه، وان هو كان مثلا بيشرب وبيعمل حاجات كتير غلط، فاخوه عمل برضو الحاجات دي فتوفى. هو دي ممكن الحاجات اللي احنا ايه ناخدها يعني،
ان هو لا حاجه حلوه ان انت المفروض لازم تبقي قدوه، عشان في ناس بتبقى واخده بالها منك. ده ممكن الرساله الوحيده اللي انا شايفاها في الفيلم. لكن باقي الفيلم مش عارفه، ما حسيتهوش، وحسيته كده احداثه بتجري بسرعه، ما اعرفش. المهم يعني هو ده اللي انا يعني كنت بخلص اللي هو بخلص المطبخ بسرعه كده علشان خاطر ان انا الحق اخرج يعني اتفرج على الفيلم وكده، واشوف الفيلم فيه ايه يعني. المهم كده زي ما انتم شايفين ابتديت بقى خلصت المواعين كلها. وكان في بقى الاطباق اللي هي الرخامات دي كده، ابتديت ان انا الم بقى كل حاجه كده. بحب قوي يا جماعه اقف في المطبخ واشغل اي اغنيه بسيطه او قران او اي حاجه اللي انت عايزه تسمعيه. بس انا بحب ان انا اي دوشه جنبي وانا واقفه بغسل المواعين بالذات بتشجعني اكتر ان انا اخلص، فاهماني؟ وبحب الانوار قوي، احب النور قوي، ان انا افتح الانوار الحلوه دي، بحب ان انا افتحها في المطبخ قوي. المهم كده بقى حطيت الانوار الجميله دي زي ما انتم شايفين كده، وابتديت ان انا امسح كده الرخامات وارجع كل حاجه مكانها كده. والمبخره بتاعتي الجميله دي اللي دوني ان شاء الله ان شاء الله هجيب لها بخور علشان والله جاي يعني. بص انا صراحه شحتاها يعني، واخداها شحيته، خدتها من حماتي. كانت عندها، قلت لها انا عايزه مبخره، فراحت هي اديتها لي. جبت كده بقى المعطر ورحت ابتديت ان انا احط كمان كده على الرخامه علشان خاطر ريحه الرخامه تبقى حلوه. بحب الريحه بتاعت الرخامه كده تبقى تبقى حلوه كده يعني. هنا بقى مكان ما كنا شربنا بقى العصير والبيبسي والكلام ده كله، ابتديت برضو ان انا ارجع كل حاجه بقى مكانها كده. واللب بقى برضو حطيته مكانه. كنت والله عامله لكم كده جزئيه اللي هو وانا بحط بقى اللب والسوداني والعصير والكلام ده كله. بس بقى اتمسحت مني ولا وانا بمسح الفيديوهات، لاني على طول ببتدي ان انا امسح علشان اعرف اصور تاني. مساحه الموبايل مش مساعداني ان انا كل الفيديوهات تبقى عندي يعني. المهم كده برضو ابتديت كده، بصوا تمسحي كده الرخام كده والنور وتحطي كده كل حاجه مكانها. بصوا يا جماعه النظافه، يعني النظافه دي يا نهار ابيض فظيعه. الحاجات دي انا اخلص الحاجات دي احس ان انا قلبي انشرح كده، اللي هو الله انا قويه على رايك انت، انا قويه يا ماما، انا اكلت انا قويه، انا غسلت المواعين، انا بقى كلوزه انا غسلت المواعين انا قويه. فمني كده بقى نزلت بقى بالبرسيل جيلي كده وريحته الجميله دي كده على البوتاجاز. بصوا يا جماعه بجد والله موضوع الورقه دي بتاعت البوتاجاز اللي هي السلفان دي انا بحبها جدا فعلا. وقعدت فتره من غيرها، بس حسيت نفسي لا هي لازم تبقى على البوتاجاز، بتريحني قوي وبتخلي البوتاجاز على طول نظيف، شكل البوتاجاز حلو. مش عارفه بقى انتوا معايا ولا ضدي في الموضوع دوت، مش عارفه، بس انا حبيتها يعني، ما بعرفش اخلي البوتاجاز كده من غيرها. المهم كده زي ما انتم شايفين كده على البوتاجاز كله. بص وبدعك برضو البوتاجاز يعني، برضو بدعكم عشان خاطر برضو في دهون بتنزل فيه، زيت فيه كده. بس دي بتبقى سهل عليا كده، بتبقى حلوه برضو، بتشيل كتير. عارفين انا لما باجي اشيلها بلاقيها برضو شايله بلاوي. فبحبها يعني. المهم كده اكون خلصت بقى الروتين بتاعنا النهارده، يا رب كده يكون عجبكم، اتمنى ان هو يكون عجبكم. وده كان شكل المطبخ في النهايه. بصوا بقى شكل الجمال يا جماعه، راحه نفسيه. كان كريم كمان جه وجاب لي فينو علشان بقى نتعشى ونشوف بقى هنعمل ايه. وكنت بقى كده خلصت. عايزاكم بقى تنزلوا تحت كده في الكومنتات وتقولي ايه رايكم كده بقى في المطبخ بعد ما انا خلصته. وشايفين الحوض يا جماعه، الحوض خلص. وحطيت بقى كمان ليا كوبايه بيبس. وكان كده فيديو النهارده خلص. استنوني في فيديو جديد، وما تنسونيش باللايك. مع السلامه، باي باي.